السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تانية إعدادي عاملين إيه؟ معاكم مستر محمد رمضان مدرس الدراسات الاجتماعية. النهاردة هنتكلم عن تاني درس في الوحدة التانية بعنوان نماذج للحضارات بلاد اليمن القديم. اتكلمنا قبل كده قلنا إن عندي بلاد اليمن نشأت على أرض بلاد اليمن عدة حضارات ازدهرت بفضل موقعها الجغرافي المتميز، وده أسهم أو ساعد في تواصلها مع حضارات شمال إفريقيا. من بلاد اليمن دي الحضارات التي قامت جنوب شبه الجزيرة العربية، اتواصلت مع حضارات شمال إفريقيا مثل الحضارة المصرية القديمة وحضارات شرق إفريقيا، وارتبطت هذه الحضارات بعلاقات تجارية وثقافية مع حضارات شرق آسيا في الهند والصين. قبل ما اتكلم على اي حاجة لازم اعرف عوامل قيام حضارة بلاد اليمن. زي ما انا عندي مثلا في مصر او في افريقيا العوامل اللي ساعدت على قيام الحضارة، تعال نشوف عوامل قيام حضارة بلاد اليمن. اول حاجة موقع الجغرافي، دي اهي جنوب شبه الجزيرة العربية. اول حاجة عندي الموقع الجغرافي ساعد بلاد اليمن على نشأة الحضارة. تاني حاجة إذ مكنها إشرافها على البحر الأحمر. بص كده الموقع بتاعها بيطل على البحر الأحمر، تمام؟ مكنها من إيه؟ هي والمحيط الهندي تحكمه في مضيق اسمه مضيق عندي هنا مضيق باب المندب. طب ده بيتحكم في ايه؟ يتحكم في طرق التجارة، فكانت بلاد اليمن مسيطرة على طرق التجارة القديمة. ثالث حاجة يبقى أنا كده عندي الموقع الجغرافي بتاعها وتحكمها. ثالث حاجة اعتدال المناخ. اعتدل المناخ فوق المرتفعات، فده ساعد على استقرار السكان، يعني الجو مش شديد الحرارة ولا شديد البرودة، فكان الجو معتدل، وده بيساعد على نشاط الانسان. عشان لو جيت قلت لي هو ايه الدخل المناخ بقيام الحضاره، اقول لك ان لو الحراره شديده جدا ده ما يساعد، ده يخلي يبقى فيه خمول، فيه كسل، الانسان ما يعرفش يشتغل. طب لو شديده البروده برضه ما يعرفش يشتغل. فاعتدال المناخ ساعد على استقرار السكان ووفر بيئة مناسبة لقيام حضارة مزدهرة في جنوب الجزيرة العربية. أنا كده اتكلمت على العوامل اللي ساعدت على قيام حضارات بلاد اليمن. نيجي نتكلم على أول حضارة قامت في بلاد اليمن، هي حضارة معين. هي حضارة إيه؟ معين. فين معين دي؟ نشأت في منطقة اسمها منطقة الجوف. تعال نشوف كده منطقة ايه؟ الجوف. يبقى المنطقة دي، يبقى المنطقة اللي عندي دي هنا ايه؟ اسمها الايه؟ الجوف، تمام؟ يجي بعد كده هي من أخصب مناطق اليمن وأكثرها صلاحية للزراعة، واتخذت من مدينة اسمها مدينة قرناو. مدينة ايه؟ قرناو عاصمة لها. يبقى أنا عندي حضارة معين عاصمتها قرناو، عاصمتها قرناو، اشتهرت بالتجارة والزراعة مع بعض. تيجي بعد كده حضارة تانية اسمها حضارة سبأ. السبئيون تمكنت من السيطرة على مناطق الحضارة بتاعت معين، لأن كل حضارة مفيش حضارة هتفضل مزدهرة طول العمر، لازم تضعف ولازم يجي حد تاني يسيطر. واتخذت من مدينة مأرب عاصمة لها. يبقى حضارة سبأ عاصمتها مين؟ مأرب. عاصمتها مين؟ مأرب. طب حضارة معين عاصمتها قرناو. اتخذت من مأرب عاصمة لها، واهتمت مملكة سبأ برضو بالزراعة
وشيدة السدود. ومن أشهر السدود في سبأ هو سد مأرب. سد إيه؟ مأرب. ازدهرت بها برضو التجارة، ومن أشهر حكامها عندي هي الملكة بلقيس. وقد ضعفت طبعا مملكة سبأ زي ما اتفقنا ان كل حاجة لازم بتضعف بعد انهيار سد مأرب. خلي بالك لما انهار سد مأرب ضعفت حضارات بلاد اليمن، وابتدت الناس تهاجر الى شمال الجزيرة العربية، راحوا العراق طبعا زي ما قلنا. وتحول طرق التجارة من البر الى البحر. يبقى ما النتيجة المترتبة على ضعف مملكة سبأ أو انهيار سد سبأ، ضعف مملكة سبأ وانهيار سد مأرب، تحول طريق التجارة من البر إلى البحر. طبعا وقد ضعفت مملكة سبأ بعد انهيار سد مأرب، وتحول طريق التجارة من البر إلى البحر. يبقى ما النتيجة المترتبة على ضعف مملكة سبأ بعد انهيار سد مأرب؟ تحول طريق التجارة من البر إلى البحر، مما مهد الطريق أمام مملكة حمير للسيطرة عليها. ثالث حضارة عندي قامت أو ثالث مملكة عندي قامت هي حضارة حمير. اسمها إيه؟ حمير. الحميريون هم أحد فروع السبئيين. في مجموعة من السبئيين كانوا عايشين وتمكنوا من السيطرة على المناطق التابعة لمين؟ لسبأ. نقلوا عاصمة المملكة إلى مدينة اسمها مدينة ريدان أو مدينة ظفار حاليا. يبقى دي عاصمتها مين؟ ظفار أو ريدان. تميزوا بالتوسع العسكري. يبقى أهم ما يميز حضارة حمير تميزوا بالتوسع العسكري. سيطروا على معظم مناطق اليمن القديم. يجي لي سؤال أكمل العبارة. مين اللي تميزوا بالتوسع العسكري أو سيطروا على معظم مناطق اليمن؟ هي حضارة مين؟ حمير. حضارة حمير. دخلوا في صراعات مع الأحباش حبشة والفرس، طبعا أدت لسقوط مملكة مين؟ حمير. يبقى ليه سقطت مملكة حمير؟ بسبب دخولها في صراعات مع الأحباش والفرس. يبقى أنا عندي كده 3 حضارات أو 3 ممالك قامت في جنوب شبه الجزيرة العربية معين، وكانت عاصمتها قرناو. بعد كده سبأ وكانت عاصمتها مأرب. بعد كده حمير وكانت عاصمتها ريدان أو ظفار حاليا. تعال نشوف بقى ملامح حضارات بلاد اليمن القديم. أول حاجة عندي الحياة السياسية. حياتهم كانت عاملة ازاي؟ نظام الحكم كان عامل ازاي؟ عاش اليمنيون منذ القدم في قبائل مستقلة. يبقى كانت عبارة عن نظام قبلي، وكان لكل قبيلة شيخ يدير شؤونها. لكن مع نشأة الممالك اليمنية القديمة أصبح النظام اللي فيها نظام ملكي وراثي. بقى عندي ملك وبيحكم بالوراثة، هو يموت ابنه يحكم بعديه. وكان طبعا بيساعد الملك في إدارة الدولة مجلس عام. احتفظت بقى بعض القبائل، خلي بالك ان في قبائل احتفظت بحقها في إدارة شؤونها المحلية. يعني حتى لما النظام الملكي قام والملك بقى بيحكم الدولة كلها أو المملكة كلها، في بعض القبائل ما كانش يقدر يقرب منهم. ليه؟ احتفظوا بحقهم في إدارة شؤونهم المحلية ضمن مناطق نفوذها، ضمن المناطق اللي هم مسيطرين عليها. تاني حاجة الحياة الدينية. تعددت المعبودات، زيهم زي فينيقيا، زيهم زي العراق عند اليمنيين، وكان أبرزها عبادة يا إما النجوم أو الكواكب، وشيدوا لها مين؟ معابد. يبقى أشهر المعبودات عندهم كانوا النجوم أو الكواكب. اعتقدوا في الحياة بعد الموت اللي هو البعث والخلود. لكن تأثرت الحضارة الحميرية بالديانات السماوية،
فاعتنقوا، يعني انتشر عندهم الديانات السماوية، فاعتنقوا اليهودية والمسيحية ثم دخل الإسلام. ده كده بالنسبة للحياة الدينية لمين؟ لإيه؟ لبلاد اليمن. الحياة الاجتماعية، احترم المجتمع اليمني القيم الأسرية، اهتم الوالدان بتربية أبنائهم، كانوا بيربوا أبنائهم. اعتمد اليمنيون في صناعة ملابسهم على الصوف والكتان. تميزت حضارة بقى معين بتنظيم عادل للضرائب. يبقى مين اللي تميزت بتنظيم عادل للضرائب؟ هي حضارة معين. والعقود والمعاملات التجارية والميراث. حظيت المرأة عندهم بمكانة مرموقة، يعني مكانة عالية، احترموا المرأة، وكان لها حق اختيار الزوج وحق وراثة العرش، يعني هي ممكن تحكم كمان، حتى بالدليل ان وصلت الى ارفع المناصب السياسية، كما في حالة مين؟ مملكة سبأ، اللي هي الملكة مين؟ بلقيس، اللي اتكلمنا عليها من شوية. نتكلم على الحياة الاقتصادية. الحياة الاقتصادية، عرفوا الزراعة، وازدهرت الزراعة في بلاد اليمن بسبب طبعا التربة الخصبة والمناخ المناسب. يبقى ليه ازدهرت الزراعة في بلاد اليمن؟ بسبب التربة الخصبة والمناخ المناسب. زرع أهل اليمن الخضروات والفواكه والحبوب. زرعوها فين؟ في السهول، اللي هي الأراضي المستوية العادية، وكمان على المدرجات الجبلية. على المدرجات الايه؟ الجبلية اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. اهتموا بمشروعات الري وتربية الحيوانات، ووضعوا قانون لتنظيم الضرائب الزراعية. ندخل بعد كده على الصناعة. برضو اشتهرت بلاد اليمن بصناعة الأواني المعدنية والفخارية. صنعوا الأسلحة زي السيوف والخناجر، عرفوا الأقمشة الحريرية والصوفية والجلود. بالنسبة للتجارة، طبعا التجارة كانت النشاط الرئيسي بفضل ايه؟ الموقع الجغرافي لبلاد اليمن على طرق الايه؟ التجارة. طبعا هي مسيطرة في آخر البحر الأحمر والمحيط الهندي. أنشأ اليمنيون الموانئ مثل ميناء عدن، وسيطروا على طريق من أشهر الطرق زمان هو طريق البخور. فرضوا ضرائب على البضائع المارة بأراضيهم، ومن أشهر المنتجات اللي صدروها هي البخور واللبن والبن والعطور. الحياة الفكرية والعلمية. استخدم اليمنيون الأبجدية الحميرية المعروفة بالخط المسند، وهي تتكون من 29 حرف. ايه الأبجدية دي؟ اللي هي الحروف. طب ما احنا قلنا ان الفينيقيين اخترعوا الأبجدية الفينيقية، بس كانت مكونة من 22 حرف، انما هم بقى كونوها من كام حرف؟ 29 حرف. وقد عثر على نقوش لهذه الكتابة على جدران المباني والمعابد الأثرية اللي عندهم. برعوا في علم الهندسة والفلك، وضعوا التقويم السبئي. السبئيون عملوا تقويم اعتمدوا عليه في تحديد الفصول الزراعية، قسموا السنة حسب الفصول الزراعية اللي عندهم. استخدموا حركة النجوم، وما أهمية حركة النجوم؟ استخدموها في تحديد الاتجاهات. استخدموها في تحديد الاتجاهات وتوجيه تجارتهم البرية والبحرية. كان عندهم زمان في نجم كده كبير كانوا بيستخدموه لإيه؟ لتحديد الاتجاهات، فين الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب. العمارة والفنون.
برع طبعا اليمنيون في العمارة وهندسة البناء، وشيدوا الحصون والقلاع والمعابد. شيدوا القصور المزخرفة التي تميزت بروعة التصميم والرسومات والزخارف اللي كانت فيها، وكانت بقى الرسومات دي تطعم الأبواب فيها والجدران بالعاج والأسقف كمان. يعني ممكن الباب كده بيبقى فيه رسومات وحاجات كانت بتتعمل بإيه؟ بتتعمل يا إما بخشب العاج أو الذهب أو الفضة أو الأحجار الكريمة. فبرعوا في فن العمارة والفنون. تفوقوا في إنشاء السدود والحواجز المائية، وطبعا من أشهر السدود عندهم هو سد مأرب، وهو يعد من أعظم الإنجازات الهندسية في العالم. ساهم طبعا سد مأرب ده في ري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية اللي عندهم. لازم في الآخر طبعا نتكلم على التواصل الحضاري، نعرف هل إحنا تواصلنا معاهم ولا لا. بس إحنا طبعا الحضارة المصرية كانت حضارة منفتحة على العالم، فأكيد كان في تواصل. التواصل بين الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد اليمن. عرفنا ان كان في علاقات تجارية بين حضارة بلاد اليمن والحضارة المصرية، حيث عثر على نقوش. عثر على ايه؟ على نقوش في احد المعابد توضح ان دولة معين كانت تصدر لمصر البخور والمر الذي كان يستخدم. بص بقى، البخور والمر ده كان يستخدم في الطقوس الدينية. كان عندنا حاجة اسمها طقوس دينية، فكانوا يستخدموا البخور والحاجات دي، ويدخلوا كمان في ايه؟ في التحنيط، تحنيط جثث موتاهم، وتستورد منها الكتان والذهب. يبقى احنا كنا بناخد البخور والمر الذي كنا بنستخدمه في الطقوس الدينية والتحنيط، وهي كانت تستورد مننا الكتان والايه؟ والذهب. مفيش طبعا حضارة هتفضل قوية طول عمرها، لازم تضعف. نهاية حضارات بلاد اليمن القديم. أول حاجة حصلت الغزو الحبشي. الغزو الايه؟ الحبشي، الحبشة. بص بقى يا سيدي، ظلت حمير دولة مستقلة قوية، دولة مستقلة قوية، ده هي آخر الحضارات أهي. ظلت دولة مستقلة قوية حتى تولى ذو نواس الحكم. الملك مين؟ ذو نواس. اضطهد المسيحيين. كان في الوقت ده كان في اضطهاد للمسيحية أو كل من يعتنق الديانة المسيحية. هتقول لي يا مستر طب هو يعني إيه اضطهاد؟ كلمة اضطهاد هو شكل من أشكال التعذيب، شكل من أشكال التعذيب. فعانى المسيحيون من الاضطهاد الديني، إن هم بيعتنقوا المسيحية فالملوك بتضطهدهم عشان طبعا تخرجهم من الديانة بتاعتهم. اضطهد المسيحيون من أهل اليمن حتى وصلت الأخبار لملك الحبشة. ملك إيه؟ الحبشة، اللي هي كانت مملكة أكسيوم. ولما وصلت له الأخبار راح خرج لليمن وهزم ذو نواس وسيطر على بلاد مين؟ اليمن. يبقى أنا أول حاجة عندي حصلت الغزو الحبشي. طب إيه السبب؟ اضطهاد ذو نواس للمسيحيين. بعديها يحصل الغزو الفارسي. من هم الفرس؟ هي إيران حاليا. يغزو الفرس، تمام؟ إيه اللي حصل بقى؟ طلب أهل اليمن بقيادة الأمير، هم أهل اليمن اللي طلبوا ذات نفسهم بقيادة الأمير سيف ابن ذي يزن. سيف ابن ذي يزن طلب المساعدة من الفرس. هو وأهل اليمن طلبوا المساعدة من الفرس عشان يخلصوهم من حكم الأحباش
اللي هم الايه؟ الغزو الحبشي. قلبوا عليهم، وفعلا نجح الفرس في هزيمة الأحباش، واستمر حكم الفرس لبلاد اليمن حتى الفتح الإسلامي، أو حتى ظهور الإسلام. كده احنا اتكلمنا على نرجع كده بقى، احنا اتكلمنا على أهم الحضارات التي قامت في بلاد اليمن اللي هي جنوب شبه الجزيرة العربية. قلنا عندي معين وكانت عاصمتها قرناو. قلنا عندي مملكة سبأ وكانت عاصمتها مأرب. قلنا عندي كبر لك تاني، قلنا عندي حمير وكانت عاصمتها ريدان، ودي كانت من أشهر الحضارات أو الممالك. وهي مملكة برضو، بقت مملكة بعد كده، كل واحدة دي كانت مملكة فبقت ممالك. فين؟ في بلاد اليمن. كده احنا خلصنا تاني درس. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.